اشوف بقى حد بيقول دكتور عبد العزيز ما بردش على التعليقات، انا برد عليها كلها وبهتم بيها، واديني بعمل لك الفيديو ده مخصوص بعد يوم واحد من التعليق ما اتحط. اكتر من كده اهتمام مفيش. ويلا نتكلم مع بعض على طول في الحاجات اللي تاخديها معاكي وانت رايحه تولدي، حاجات ليكي وحاجات للبيبي. نتكلم عنك انت الاول. اول حاجه تاخديها معاكي هو روب مفتوح واسع، كمامه واسعه عشان نعرف نشمرها، نقيس منها الضغط مثلا، مفتوح من قدام نعرف نحس انقباضات الرحم، نعرف نحس وضع الجنين، نطمن عليه، نسمع نبض الجنين. سيبك من اي بلوجر بقى راحت لابسه بيجامه بيضه عامله ازاي، البناطيل والحاجات دي ما تنفعش مع ولاده سواء طبيعي او قيصري. وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات، عشان تستري نفسك من اول ما تخرجي من اوضتك لحد اوضه العمليات، هتلاقي بندانه او تربو وهاتي توك عشان تعرفي تلمي بقى شعرك. وحابب برضه افكرك بالذات لو ده اول حمل ليكي ان بعد الولاده بينزل عليكي دم، فلازم تكوني جايبه اولويز حجم كبير، اعتقد اسمها دراي بوست، دي مهمه جدا. لو مش هتجيبي اولويز ممكن تجيبي بامبرز، واديكي بشتكي البيبي في حاجه انت هو لابسين بامبرز مع بعض. الغيارات الداخليه بتاعت حضرتك اللي هتجيبيها معاكي المستشفى اقل حاجه يبقوا 3 مثلا، اللي بيبهدلوا بسرعه جدا، ويا ريت